نداء الشموخ والكبرياء. على فراش الموت نبعث لكم وصيتنا الأخيرة، وأجسادنا المنهكة جوعا تناشدكم قبل الرحيل. أيتها الجماهير الأبية الصامدة، أنت الأسلحة المتفجرة في وجه كل حاقد وعميل، وأنت اللهيب المشتعل لكل ساقط ودخيل، وأنت التي تنشدين عزفا وطني أحبك لا بديل. أيها المناضلون الأشاوس، يا من قدمتم أروع البطولات في سبيل نصرة الوطن، أيتها المناضلات الشامخات الرافضات لكل صنوف العذاب والقهر والإذلال، نناديكم جميعا ونكتب إليكم من على فراش الموت وصيتنا الأخيرة. نسترخص أنفسنا قرابينا على مذبح الحرية وفاء لعهدكم ولتضحيات شهدائنا البررة، ونكتب لا بالدم والروح لتكونوا شهداء على برنا للوطن. وأجسادنا النحيلة المنهكة جوعا وألما تناشدكم قبل الرحيل إلى جنان الخلد، وتخاطب فيكم الضمير الوطني وقسم قديمزيك. تحية عز وافتخار وإباء إلى كل الأمهات، تاج رؤوسنا وعزتنا وشموخ كبرياؤنا، يا من حملنا شعلة الكفاح ولواء الانتفاضة، وتحملنا فوق طاقة البشر معاناة آلام وطننا ووجع آهات شعبنا، ودفعتن حياتكن وسنين عمركن ثمنا لعدالة قضيتنا. أنتن مثال للشرف والقيم والأخلاق والمبادئ، ونبراسا للتضحية والوفاء والإخلاص والعطاء، ونموذجا للصبر والصمود والثبات والتحمل والجلد. تحية الإجلال والإكبار إلى الأخوات العفيفات الثائرات، أنتن شراع العاصفة وذخيرة السلاح وزناد البندقية وملهمات المناضلين، الأبطال في ساحة الشرف والوغاء، وأنتن اللائي شكلتن بوعيكن الوطني وحسكن النضالي المرهف رافعا وأساسا وهامة للبناء الوطني في أبجديات وأسس النضال والمقاومة المدنية الباسلة في الأرض المحتلة ومخيمات العزة والكرامة وجنوب المغرب دون كلل أو ملل. أنتن أيتها الماجدات العظام اللواتي تنحني لهن الهامات إكبارا وإجلالا لعظمة تضحياتكن، وتنخفض الرؤوس احتراما أمام ينبوع عطاءكن المتدفق وسجل تاريخكن المشرف والحافل بالأمجاد والبطولات ومعاني الفداء والإقدام والتضحيات. تحية النضال والصمود لأبنائنا الشامخون المتوجون بتاج الهيبة والوقار، أيها الفوارس المغاوير في كل مواقع الصمود والتحدي في ميدان الصدح بالحق والشرعية، يا حماة الوطن ورموز الهوية الوطنية وقاذفات الحق على الباطل، وقفتم أسودا أشاوسا تزأرون أمام جحافل الطغاة المحتلين وأنتم تنزفون دما، وهاماتكم الشامخة شموخ جبال أرضنا الطاهرة تسن أبجديات الفعل الوطني المتشدر، وتكتسح بثبات الجبال أقبية الاحتلال وأركانه المتعفنة، وتهز العنجهية والحقد والاستبداد. بصمودكم ورباطة جأشكم المنقطع النظير طوعتم المستحيل، وبتضحيات فيها الكبرياء والأنفة جسدتم أبهى صور الصمود. قلوبكم تتوهج بالبطولات وأياديكم تصنع المجد والتاريخ والمستقبل، وصدوركم العارية شامخة ترتفع وتنتصب قلاعا وجدرانا تعانق الموت، وترفعون في وجه الطغاة بيارق الكبرياء والنخوة والشرف والشهامة، وتحملون على أكتافكم كل مجد كل فخر كل عز. ها نحن اليوم نمد أجسادنا قلاعا ونعزف سمفونيات المجد والخلود للالتحاق بقوافل الشهداء، فالموت شرف وفخر لنا، ولسان حالنا يناديكم جميعا للمشاركة في وقفة الشموخ والكبرياء يوم السبت 2 إبريل على الساعة 6 مساء. فلبوا النداء والتحموا وصعدوا من انتفاضاتكم الشعبية الهادرة التي تمثل خير رد على جنون الاحتلال وممارساته القمعية. أرضنا عشقناك حتى الثمالة،
فخذي أرواحنا لك فداء، واحضنينا بين أحضانك شهداء. المعتقلون السياسيون الصحراويون، مجموعة كديميزيك، السجن المحلي، سناء 1، الخميس 31 مارس 2016.